السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية Page by Page. قناتنا على اليوتيوب Page by Page، صفحة بصفحة. النهاردة إن شاء الله سنبدأ في شرح كتاب المعاصر، المنهج الجديد أولى إعدادي، منهج الإنجليزي Beyond Words. تمام، ونبدأ بقى في الدرس إن شاء الله في شرح أول درس اللي هو Unit 1 بإذن الله. Module 1 All About Me، وهنبدأ في Unit 1 اللي هو A Great Summer، صيف رائع أو صيف عظيم. نبدأ في Lessons 1 and 2 Vacation Activities، يعني Vacation Activities يعني ايه اللي هي نشاطات الإجازة أو نشاطات العطلة. A helping hand هنشوفها بقى يعني ايه يد مساعدة، تمام، أو مساعدة الغير. هنشوف بقى الليسن 2 إن شاء الله. طيب نبدأ بسم الله في الدرس. أول حاجة الفوكابلري اللي هي بقى المفردات في الدرس اللي هو ليسن 1. عندي أول حاجة vacation يعني عطلة أو إجازة أو أجازة، معلش إجازة أو أجازة، تمام، أو أجازة أو إجازة، معلش. طيب الكلمة التانية ايه AI او Artificial Intelligence يعني الذكاء الاصطناعي. Tournament يعني بطولة او دوري. Imagine هنا ساعات imagine يعني يتخيل، تمام. طيب workshop يعني ورشة عمل. talented دي صفة adjective موهوب، يعني he is talented إنه موهوب. coach يعني مدرب رياضي، تمام، المدرب بتاع الفرقة. tiring يعني مرهق أو متعب، يعني this job is very tiring، هذا العمل مرهق جدا. volunteer يعني يتطوع أو متطوع، تمام، ممكن يبقى ساعات verb وساعات noun. وفي الماضي ed دي يعني الماضي بتاعها بنزود له ed، تمام. volunteered. community garden يعني حديقة مجتمعية، حديقة الحي أو حديقة مجتمعية، حديقة الناس بيجتمعوا فيها يعني. forum post يعني منشور في منتدى. forum post يعني منشور في منتدى من المنتديات بتاعت السوشيال ميديا. rapper يعني غلاف. rapper يعني غلاف. recycling center يعني مركز إعادة تدوير. activity يعني نشاط. empty دي adjective صفة يعني فارغ. posters يعني ملصقات. posters ملصقات، تمام، noun. طيب pop quiz يعني نبدأ بدأ على طول بكويز، تدريب تلقائي بهدف إتقان المفردات اللغوية. فنقوم بهذا التدريب. أول حاجة نشوف الكلمات بيقول عنوان السؤال complete the following sentences using the words in the box، يعني أكمل الجمل التالية باستخدام الكلمات التي في الصندوق. الكلمات اللي في الصندوق، أول كلمة كلمة tiring يعني متعب. coach مدرب.
tournament يعني قلنا يعني ايه يعني tournament يعني بطولة. تمام. tournament هنشوف الكلمة مظبوطة. بطولة أو دوري. تمام. tournament بطولة أو دوري. طيب workshop قلنا ورشة عمل. وvacations أو vacations يعني ايه أجازات أو عطلات. طيب أول سؤال أو أول جملة we can do many activities in summer يعني we نحن كان نستطيع do أن نفعل many الكثير activities من النشاطات in في summer في صيف in summer إيه in summer vacations في الإجازات الصيفية في الإجازات الصيفية. يبقى نكتب هنا كلمة vacations في هنا. يبقى دي كده أول جملة اتحلت. ندخل في الجملة اللي بعد كده. الجملة التانية بتقول ايه بقى؟ My dad يعني أبي works يعمل in a في space أو فراغ near our house. يبقى أبي يعمل في إيه near our house يعني إيه بالقرب من المنزل أو بالقرب من بيتنا. طيب يبقى هنقول my dad works in a يعمل فين؟ في workshop يعمل في ورشة بالقرب من بيتنا أو بالقرب من المنزل. يبقى هنكتب هنا كلمة workshop. تمام. يبقى نكتب هنا workshop. تمام. نصغرها بقى شوية. تمام كده. الكلمة دي نصغرها بس شوية كده. تمام. بعد كده it's فراغ to stay up too late every night. إنه إيه to stay up أن تظل مستيقظا too late إلى وقت متأخر every night كل ليلة. إنه أمر إيه متعب. tiring. معلش نرجع تاني. إنه أمر إيه متعب. يبقى نكتب هنا كلمة tiring. تمام. بعد كده آخر جملة our team took part in a football last year. our team يعني فريقنا took part هنا جاية بمعنى ايه اشترك in a football حاجة في ايه في ايه كرة قدم في بطولة كرة قدم او في دوري كرة قدم او دورة كرة قدم يعني tournament. يبقى اخر مرة عشان بقى ما نقعدش كل شوية نجيبها. نجيب البرش. يبقى our team took part in a football tournament last year يعني ايه فريقنا اشترك في
دوري كرة القدم أو بطولة كرة القدم العام الماضي. يبقى هنا هنكتب tournament. تمام. تمام. بعد كده ندخل بقى في، يبقى احنا كده دي كانت بداية الكلمات الأول في الدرس. بعد كده بقى هنا في كلمات في lesson 1 في صفحات page 4 و 5 اللي موجودة في كتاب المدرسة. كلمات بقى اللي موجودة في كتاب المدرسة اللي هي في page 4 و 5 هنقراهم مع بعض. أول حاجة parents يعني الوالدين، الوالدين. goals يعني أهداف. grandparents يعني الأجداد. mention يعني يذكر، يشير إلى. يعني مثلا إيه، he mentioned my name while he was talking. يعني إيه، ذكر اسمي وهو يتكلم أو وهو يتحدث. وmention الماضي بتاعها mentioned. يعني إيه، لما نجيب الماضي بتاعها أو الباست simple بتاعتها نضيف ed. بعد كده كلمة software يعني برامج الحاسوب أو البرمجيات. تمام. بعد كده blog post يعني منشور أو مدونة. منشور أو إيه، منشور مدونة زي المنشورات بتاعت الفيسبوك وكده، البوستس يعني. تمام. طيب بعد كده score يعني يسجل أو يحرز هدف. he scored a goal هو أحرز هدف. سكور والماضي بتاعها دي بس، هنزود دي بس مش ايه، لان اخرها اي فهنزود دي بس في الايه، في الباست بتاعتها. يبقى سكور يعني يحرز او يسجل. بعد كده كلمة join يعني ينضم الى. يعني he joined a group يعني هو انضم الى مجموعة وبنزود لها ed. طيب بعد كده كلمة nervous يعني متوتر او عصبي. He is very nervous إنه متوتر جدا بسبب الامتحانات مثلا. تمام. neighbors الجيران. neighbors يعني جيران. safe يعني آمن، صفة آمن. this place is safe هذا المكان آمن. football club يعني نادي كرة قدم. I play in a football club يعني أنا ألعب في نادي كرة قدم. kick يعني يركل أو يشوط الكرة. he kicked the ball يعني هو ركل الكرة. excited يعني متحمس ودي صفة adjective. يعني إيه I'm so excited. I'm so excited because مثلا I'm going to travel to a lovely place. يعني إيه أنا متحمس جدا لأني سوف أسافر إلى مكان جميل. طيب هنا adult يعني هنا بقى adult دي ممكن تيجي adjective صفة وممكن تيجي noun. adult يعني إيه راشد أو بالغ، راشد أو بالغ. تمام. ممكن تبقى noun وممكن تبقى صفة. تمام. ممكن تبقى اسم وممكن تبقى صفة. يعني مثلا ايه امتى تبقى noun، مثلا نقول ايه the adult it's only allowed for adults. تمام. انه مسموح فقط للبالغين. يبقى احنا كده احنا هنا كده اتعاملنا مع adult على انها noun. لو عايز اتعامل مع انها صفة هقول ايه he is an adult يعني هو رجل بالغ. طيب famous يعني مشهور. يعني مثلا اقول ايه هو رجل مشهور.
he is a famous man. تمام. local يعني محلي. local يعني ايه؟ محلي. يعني مثلا اقول ايه the local area. I live in this local area. يعني انا اسكن في تلك المنطقة المحلية اهو. area يعني مساحة او منطقة. مساحة او منطقة. هنقول مثلا ايه there is no gardens in this area. يعني لا يوجد حدائق في تلك المنطقة أو في تلك المساحة. أو ممكن هنا في تلك المنطقة مساحة مثلا نقول مساحة المربع. The area of the square is 4 centimeters square. تمام. يعني مساحة المربع 4 سنتيمتر مربع مثلا. ونستمر. يبقى احنا كده خلصنا بيج 14 اللي هي اول صفحة في يونت 1 اللي هو agreed summer. نبدأ بقى في بيج 15. دي كده ايه كلمات lesson 1 خلاص قلناها اللي كانت في الستودنتس بوك في بيج 4 و5. هنا بقى الكلمات اللي في بيج 6 و7 في كتاب المدرسة بتاعت lesson 2 هنبص عليها اهو. بسم الله نشوفها مع بعض. حرك بس شوية. تمام. أول حاجة notice يعني يلاحظ، والماضي بتاعها noticed. نزود دي بس عشان آخرها أصلا إيه. فنقول مثلا إيه I noticed that there were no gardens in this area. لقد لاحظت أنه لا يوجد حدائق في تلك المنطقة. litter يعني القمامة. هنقول مثلا إيه the boys collected the litter. يعني ايه الأولاد جمعوا القمامة. تمام. طيب cans يعني علب من المعدن الكنزات اللي هي الايه cans. طيب positive أو adjective. positive يعني حاجة إيجابية. You have to be positive when you face troubles. يعني يجب أن تكون إيجابي عندما تواجه المشاكل. meeting يعني لقاء أو اجتماع. The meeting was very nice. يعني اللقاء أو الاجتماع كان جميل. surprised يعني مندهش. I was surprised by I was surprised by what I saw. يعني أنا اندهشت مما رأيت. member يعني عضو في فريق. نقول مثلا هو إيه عضو مهم في الفريق. نقول بقى he is an important member in our team. تمام. طيب repeat يعني يكرر، والماضي بتاعها بنزود له ed. تمام. في الباست سيمبل. I repeated the lesson several times to study good. يعني ايه مثلا ايه انا كررت الدرس كذا مرة عشان اذاكر كويس مثلا. young people اللي هم الشباب. young people are the hope of our nation. يعني ايه الشباب هم امل امتنا. alphabet حروف الابجدية. the alphabet there are 26 letters in the English alphabet. يعني يوجد 26 حرف في الايه الابجدية الانجليزية. solve يعني يحل، مثلا يحل مشكلة أو يحل مسألة. he is so clever that he solved this hard problem. هو ذكي جدا إن هو عرف يحل المشكلة دي، أو يحل السؤال. البروبلم هنا ممكن تيجي بمسألة.
especially خاصة أو على وجه الخصوص. يعني مثلا إيه، مش حاضر دلوقتي، هنبقى نشوف واحنا بنقرا. طيب project يعني مشروع. project يعني ايه؟ مشروع. مثلا ممكن يبقى بمعنى المشروع اللي هو الواجبات اللي بتتعمل للطلاب، او مشروع حقيقي. تمام. طيب check يعني يختبر او يفحص. يعني ايه لما اقول لك ايه check your answer، والماضي بتاعها طبعا بتزود له ed. check your answer يعني ايه؟ افحص اجابتك مرة تانية او شيك عليها او كده. leader يعني قائد. مثلا ايه؟ قائد مثلا، قائد مكان يعني leader يعني he is the leader of our group، هو القائد المجموعة بتاعتنا. chocolate bar يعني قالب الشوكولاتة. نقول مثلا ايه the chocolate bar was the chocolate bar. I have 2 chocolate bars، يعني انا معايا علبتين شوكولاتة. collect والماضي بتاعها collected يعني يجمع. يعني اقول مثلا ايه the boys او the boys in our neighborhood collected the litter، يعني ايه الاولاد في الحي بتاعنا جمعوا القمامة. new طبعا يعني ايه؟ جديد. he got a new he got a new مثلا ايه I have a new t-shirt، يعني انا عندي تيشيرت ايه جديد مثلا. طيب بسم الله، ندخل بقى هنا في الايه conjugation of irregular verbs، يعني ايه؟ تصريف الافعال الغير منتظمة. تصريف الافعال الغير منتظمة يعني اللي لا تخضع للقاعدة. القاعدة اصلا بتاعت الباست ان احنا بنزود ed، لكن في افعال لا تخضع للقاعدة، يعني مش بنزود ed في الباست، في الباست سيمبل، لكن ايه لازم بنحفظ صيغ الافعال زي ايه نحفظها كده. مثلا teach يعني يدرس او يعلم. ما اقولش بقى الماضي teached ازود ايه غلط، ايدي غلط. الماضي بتاعها taught، والباست participle يعني التصريف الثالث برضو taught. يعني مثلا ايه I teach مثلا I teach English. تمام. I teach English at the school، يعني أنا بدرس إيه إنجليزي في المدرسة. ده كده المضارع. لو عايز في الماضي هقول إيه مثلا I taught 2 students last year، يبقى أنا إيه؟ أنا درست طالبين العام الماضي. التصريف الثالث ده بيجي في الايه؟ في اللي هو البريزنت بيرفكت. لما اقول مثلا ايه I have taught a lot of lessons since 2020، يبقى انا ايه؟ انا كنت ايه درست الكثير من الدروس منذ ايه 2020. يبقى هنا دي اللي هي البريزنت ايه بيرفكت. البريزنت ايه الماضي اللي هو ايه المضارع الايه المستمر، المضارع المستمر. طيب say يقول. سيد الماضي بتاعها ما اقولش ما زودش اي دي. هي قلنا سي لو زودنا اي دي برضه هتبقى سيد، لكن هنا مش هزود اي دي، هزود ايه؟ هشيل الواي واحط بدلها اي واحط دي حاجه تتحفظ. سي الماضي بتاعها سيد والتصريف الثالث سيد. يعني مثلا ايه خلاص بقى عشان ايه ما نضيعش وقت، يبقى دي كده ايه الحاجات دي. يبقى win يفوز، won. set يعني ايه؟ الشمس بتغرب. تمام. set والماضي بتاعها برضو set، والتصريف الثالث set. understand يفهم، الماضي بتاعها understood، والتصريف الثالث understood برضو. grow يعني ينمو او يتزايد، والماضي بتاعها grew،
والتصريف الثالث بتاعها بقى grown. leave يعني يترك، left ترك، left بقى لما اجي ايه استخدمها في الباست participle. تمام. طيب هنا كلمة الباقية ليف. ليف هنا ايه معلش، ليف يعني ايه يغادر. هنا ليف ممكن يترك او ايه يغادر. تمام، يغادر مكان، يغادر مكان. هنا read طبعا يقرأ، الماضي بتاعها نفس الحروف بالظبط بس بنقرأها بطريقة مختلفة، فهتبقى read الماضي بتاعها read والpast participle read برضو. write يكتب والماضي بتاعها wrote والماضي والتصريف الثالث written. يبقى دي كده تصريف الأفعال اللي هي لا تخضع للقاعدة، نبقى عارفينها بقى عشان نستخدمها في الايه في الدرس ده. هنا في بعض الايه المتلازمات اللفظية. يعني ايه بعض المتلازمات اللفظية؟ يعني الايه الكالوكيشنز، بعض الكالوكيشنز يعني ايه المتلازمات اللفظية. طب يعني ايه برضو؟ يعني هنا مثلا ايه win يعني a tournament اقول معاها win a tournament يفوز ببطولة. تمام. have fun تيجي معاها ايه have fun. يعني ايه have fun؟ يعني يستمتع او ايه يمرح او يستمتع، يمرح او ايه يستمتع. have a better life يعني يحصل على حياة افضل. score goals يحرز اهداف. make a mistake يخطئ. make بتيجي دايما مع كلمات كتير قوي. make changes يقوم بإحداث تغييرات. make a poster يعني يصمم ملصق. make دايما بتيجي مع كلمات كتير وفي كل مرة بيختلف معنى كلمة ايه make. بعد كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا page 15. ندخل في page 16. في هنا بقى synonyms and antonyms. انا مش عارف بنطقها صح ولا غلط. ماشي. synonyms and antonyms. synonyms يعني المترادفات وantonyms يعني المتضادات. فعندي هنا الكلمة win يفوز. تمام. والمرادف ليها achieve. تمام. يفوز او achieve او يحقق اهدافه. achieve his goals يحقق اهدافه. والماضي بتاع والعكس بتاعها الانتونيم المضاد بتاعها win عكسها lose. يبقى win المرادف ليها achieve والمضاد ليها lose. win عكسها lose يخسر. start يعني يبدأ، الماضي المضاد بتاعها الأوبوزيت بتاعها أو الأنتونيم بتاعها finish أو end. وفي كلمة مترادفة ليها اللي هي begin وstart نفس المعنى يبدأ. safe يعني آمن، ليها مرادف protected يعني محمي برضو بمعنى آمن. الغير المضاد بتاعها unsafe أو dangerous يعني خطير. strange غريب. طيب ليها مرادف اللي هي unusual يعني غير عادي برضو بمعنى غريب. طب ليها العكس بتاعها اللي هو ايه strange غريب، يبقى عكسها ايه عادي. normal بمعنى عادي. usual عادي وشائع. common عادي وشائع وايه ومألوف. طيب possible يعني محتمل او ممكن يعني شيء ممكن، شيء محتمل. طيب الماضي بتاعها العكس بتاعها معلش الاوبوزيت اللي هو impossible، مجرد هنزود بس im في الاول يبقى ممكن وغير ممكن، غير ممكن او مستحيل. طيب possible ليها برضو مترادفات. possible يعني likely يعني يمكن ممكن الحدوث likely to happen. طيب و probable يعني محتمل انه يحصل برضو بنفس كلمة possible. طيب في حاجة اسمها prefixes و suffixes. تمام. ايه بقى البريفكسز والسفكسز دي؟ اللي هي ايه اللي هي المقاطع البادئة والنهاية. بيبقى في كده حروف بتيجي في بداية الايه الكلمة، وساعات حروف بتيجي مقاطع بتيجي في اخر الايه الكلمة. هنتعرف على بعض منها دلوقتي عشان ايه هتنفعنا في الدرس.
فعندي بسم الله كده الاي ار دي كده ما دام عامل لك شرطه قبلها يبقى الاي ار دي ايه، بتيجي في اخر الكلمه، بتكون ايه في اخر الكلمه. والوظيفه بتاعتها ايه؟ تكون الاسم من الفعل. يعني ايه لما نحط اي ار يبقى نحول الفعل الى اسم. زي مثلا كلمه بلاي لوحديها يعني يلعب فعل، لما ازود اي ار هتبقى بلاير يعني لاعب. عندي كلمة ليد يقود، لما ازود لها الاي ار المقطع اي ار هيبقى ليدر يعني قائد. تيتش يعلم فعل، لما احط لها اي ار هحول الفعل الى اسم الى نون، فهتبقى تيتشر يعني معلم او معلمة. طيب في برضو مقطع ممكن الكلمة تنتهي بيه، لما تنتهي بيه الكلمة اللي هي الاي وبعدين التي والاي والاو والان، ده بيكون الاسم برضو من الفعل. يبقى ساعات مكون الاسم من الفعل بالمقطع اي ار، وساعات بنكون الاسم من الفعل بالمقطع اي تي اي او ان. فانا هنا عندي المقطع اي تي اي او ان، فانا عندي مثلا ايه الكلمه اصلا prepare، بس هنا ايه خلينا هنا اشرحها برضو جت ازاي عشان تبقوا عارفين. هنستخدم بقى السبوره. معلش هنرجع تاني. نرجع تاني ايوه، ونستخدم السبوره بقى. بسم الله. هنكبر بس الشاشة في الحتة دي اللي محتاجينها. بسم الله. احنا خدنا لغاية دلوقتي نص ساعة. طيب كويس. يبقى عندي مثلا كلمة ايه prepare، كلمة ايه prepare اهو prepare، اللي عشان بس نوضح ازاي جبنا. بس انا عايزين نجيب كلمة احنا هنا في بيج، ايوه هنا كنت بشرح الحتة دي prepare. عندي كلمة ايه prepare، الفعل اصلا prepare يعني prepare جاي ايه يجهز او ايه يستعد، ده كده الفعل. لما اجي اعمل منه اسم مثلا ايه برضو احطها في جملة عشان تبقوا عارفين. I prepared the lesson، يعني انا جهزت الدرس، انا جهزت ايه او اعددت الدرس. طيب عايز اقول بقى ايه اعداد الدرس، لما احاول بقى يعد الدرس الى اعداد الدرس. اعداد الدرس اخد مني وقت طويل، اعداد الدرس خد مني وقت طويل. هنا بقى هشوف هنعمل ايه بقى. the, uh, mhm, mhm. The preparation of the lesson wasn't easy، لم يكن سهلا. يبقى هنا ايه the preparation prepared، عملت انا ايه هنا لو خدتوا بالكم، هي اصلا prepare بقت preparation. عملت ايه بقى؟ شلت الاي وحطيت اي تي اي او ان، ده كده فعل، ده كده noun، ده كده verb وده كده ايه noun اسم. طيب طيب ندخل بعد كده في كلمة موهوب. موهبة وموهوب، موهبة وايه وموهوب. هنا بس هنا ايه هنبص بقى في السفكس اللي بعديه هنا اللي هو ال اي دي، اللي هو الاي دي.
اللي هو ايه ساعات ممكن ننهي الكلمة بايه بايدي. هنا بقى عايزين لو عايزين ايه عندي فعل او اسم وعايز اكون صفة، عايز اكون adjective من فعل من ايه من فعل او اسم. فنبص كده على المثالين دول. عندي اول حاجة talent لوحديها يعني ايه موهبة، يبقى ده اسم. هو مرة جاب مثال للاسم ومرة جاب مثال للفعل. فانا عندي هنا كلمة talent يعني موهبة. talent يعني ايه؟ يعني موهبة. فانا عايز بقول بقى الشخص ده موهوب. الشخص ده موهوب. كل اللي هعمله ان انا عشان احولها من موهبة الى موهوب ازود ايدي. يبقى talent موهبة، talented موهوب. زودت الايدي حولت الناون الى adjective. مثال تاني بقى للايه للفعل surprise. يعني surprise ممكن تيجي مرة اسم وممكن تيجي فعل، فهناخدها المرة دي على انها فعل. surprise يعني ايه يفاجئ. surprise مفاجأة. تمام. surprise خليها رأيها برضو نون وممكن تيجي بمعنى يفاجئ. طيب عايز احولها الى adjective الى صفة. كل اللي هعمله ان هزود الدي فهتبقى surprised. he was surprised هو تفاجأ. يبقى هنا ايه صفة. هو ايه صفة. يعني مثلا ايه I was surprised انا كنت متفاجئ. يبقى هنا ايه دي صفة. لكن I surprised my friend انا فاجئت صديقي يبقى هنا فعل. surprise مفاجأة. we made a surprise لقد قمنا بعمل مفاجأة. تمام. يبقى هنا ساعات ممكن تيجي الكلمة ايه noun وverb وadjective. طيب نكمل هنا بقى في الايه في الاكسرسايز. choose the correct answer from B, C or D. طيب يقول بقى we add the suffix a to form the noun of the verb lead. lead لو عايز اجيب noun من الفعل lead يعني يبقى ايه noun منه اسم من الفعل ده. نزود اي دي ولا اي ار ولا ال واي ولا ام ان اي ان تي؟ هنزود اي ار. هنزود اي ار. تمام. يبقى ليد هتبقى ليدر. تمام. تمام. طيب نبص للجملة التانية. احنا بقالنا كده وقت قد ايه؟ بقالنا 38 دقيقة. تمام. الجملة التانية the suffix يعني ايه يعني المقطع اللي بيبقى في نهاية الكلمة. انهي مقطع بيبقى نزوده في نهاية الكلمة changes the word talent into an adjective. يعني نزود ايه الكلمة talent عشان تبقى talented من موهبة الى موهوب. فنزود طبعا ed برضو. نزود ed. يبقى برضو هنا هنزود ed. طيب السؤال اللي بعد كده the opposite of the word safe is. عكس كلمة safe آمن. ها آمن عكسها خطير. طب فين كلمة خطير؟ amazing مدهش، tiring متعب، modern حديث، dangerous خطير. يبقى هي كلمة خطير.
يبقى خطير. يبقى هنا هنزود، يبقى هنا دي كده dangerous. تمام، خطير. بعد كده الجملة الرابعة، the synonym، عايز ابقى اتاكد بس من بنقولها صح ولا لا. the synonym of the word strange is، synonym يعني مرادف، مرادف كلمة strange، يعني كلمة شبه كلمة strange من اللي موجودين تحت. normal، لا strange يعني غريب، ونورمال عادي. unusual يعني ايه برضو غير اعتيادي، فهي ايه نفس معنى كلمة strange. common يعني عادي او اعتيادي، ويوجوال برضو يعني عادي، فهي ايه strange عكسها، قصدي مرادف ليها هو unusual يعني امر غريب. يبقى هنا strange المرادف ليها او السينونيم ليها هو unusual. طيب يبقى احنا الحمد لله خلصنا page 16. ندخل بعد كده في بعض الملاحظات على عند القراءة والاستماع، اللي هي general notes on reading and listening. طيب فعندي أول حاجة كلمة quiet، في عندي quiet و quiet، واخدين بالكم الفرق؟ هنا Q-U-I-T-E وهنا Q-U-I-E-T، هنا نفس الايه الصوت، نفس يعني هنا بقراها quiet وهنا برضو بقراها quiet، بس ايه الاختلاف هنا؟ quiet اللي هي التانية دي بمعنى calm أو هادئ، بمعنى calm أو هادئ، تستخدم كصفة بمعنى هادئ، اللي هي الأولانية اللي هي التانية معلش دي. طيب في الستودنت بوكس، في كتاب المدرسة our street is quiet and very safe، يعني الشارع بتاعنا هادئ وآمن جدا، آمن جدا. طيب انما كويت اللي هي التانية دي بقى، اللي هي مش اللي هي Q-U-I-T-E دي بقى ممكن تيجي صفة وممكن تيجي adverb يعني حال للفعل. يعني ايه؟ تستخدم بمعنى إلى حد ما ويأتي بعدها صفة. يبقى هنا quite ممكن تيجي بمعنى إلى حد ما وتأتي بعدها صفة، زي مثال she is quite good at tennis، يعني ايه؟ هي جيدة إلى حد ما في لعبة التنس. طيب يبقى دي كده الملحوظة الأولانية. تمام، دي ميزة كتاب المعاصر في الشرح الحاجات النقط دي. طيب الملحوظة الثانية، في عندي tiring و tired. هنا tiring الأولانية اللي هي ing هنا adjective، لكن tired الثانية برضو adjective، هنشوف الفرق ما بينهم. tiring adjective هنا متعب أو مرهق لوصف الأشياء والمواقف، وهنا متعب أو مرهق لوصف الأشخاص. يبقى هنا لما أزود ing يبقى هنا صفة للأشياء والمواقف. عايز أوصف شخص يبقى أزود ed، يعني أقول إيه his work is so tiring. هنا بس أنا هوضحها برضو الحتة دي عشان تفهموها أكتر. نكبر الشاشة هنا عشان تشوفوا الفرق وانتوا ايه هتحددوا، لان ممكن تيجي بقى في صح وغلط والكومبليت والحاجات دي وتشوز وكده. فهنكتب هنا مثلا ايه his work is so يجي لك ممكن اختيارات كده. اقول tiring ولا tired؟ هنختار ايه؟ وهنختار اللي هنختاره ليه برضو.
يعني هنختار ايه وهنختار ليه. فانا عندي هنا his work، يبقى عمله. يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ العمل ده هل هو شخص ولا هو آه شيء او موقف؟ شيء. يبقى ما دام شيء يبقى ما ينفعش ازود اي دي. لما اجي اوصف الورك هنا السو ايه؟ هوصف العمل مرهق. ما ينفعش اقول tired دي his work is so tired، يعني العمل تعبان، كده غلط. انا عايز العمل متعب. his work is so tiring، يبقى العمل بتاعه متعب. طيب ندخل في الجملة التانية. هنا بقى اقول ايه؟ he works for a long time. He works for a long time, so he feels tired. So he feels ايه بقى؟ tired ولا tiring؟ he works for a long time so he feels. لو قلت tiring يعني هو بيعمل لوقت طويل فهو يشعر بأنه متعب. لا، هو يشعر بأنه تعبان، هو اللي تعبان. تمام. طيب يبقى دي شرح الحتة دي. نرجع تاني هنا. بسم الله. هنا instead و instead of، حلوة دي. instead و instead of. instead من غير of انا كنت بقولها of، هي ايه؟ عرفت ان هي بنقولها المفروض ما نقولش of، نقول of. instead ما علينا. بدلا من ذلك instead اللي من غير of، من غير of، اللي هي ايه؟ بدل من ذلك تأتي في نهاية الجملة الثانية. الجملة الثانية. يعني مثلا ايه؟ he didn't use his car، he used his father's instead. يبقى هو لم يستعمل سيارته، بل هو استخدم سيارة أبيه بدلا من ذلك. لكن لما أقول هنا instead of يبقى لازم يجي بعديها noun أو verb بعديه ing. مثال: It was fun to be a teacher instead of a student. إنه من المتعة أن تكون معلما بدلا من أن تكون طالبا. يبقى instead of جت بعديها إيه؟ noun، اسم. مثال تاني بقى علشان يقول لك اللي هو لما يكون verb ing. على فكرة الفعل لما تزود له ing بيبقى هنا جاي بمعنى اسم. يعني أول ما تجيب الفعل وتزود له ing أنت حولت الفعل إلى اسم. يعني مثال: instead of doing his homework، يعني إيه؟ بدلا من فعل واجبه he went to bed، ذهب للنوم. يبقى هنا ايه؟ هنا instead of جت بعديها ايه؟ فعل وبعديه ing. تمام. يبقى ادي ملحوظه ناخد بالنا منها، لان برضو بتيجي بقى في الاختيارات بقى ايه، بيجيبوا منها الاسئله اللي بيحاولوا ايه يشوفوا مين اللي فيها مين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم. طيب هنا مين اللي مذاكر ومين اللي مش مذاكر؟ قربنا بقى هنا. important expressions and prepositions، يعني بعض ايه التعبيرات وحروف الجر المهمة. بعض التعبيرات، نمسك التعبيرات ونجيب الايه الشاشة الاول كاملة على التعبيرات اهو. هنا write stories يعني يؤلف قصص. for a while يعني لبعض الوقت. tried my best يعني بذلت قصارى جهدي.
join the team يعني ينضم إلى الفريق. join يجي بعدها the team. تمام. take part in take part مع بعضها مع بعض يعني ايه يشارك. take part in خد بالكم من دي. طيب help out يعني يقدم مساعدة. help out يعني يقدم مساعدة. collect litter يعني يجمع القمامة. give a helping hand يعني ايدك معانا. لما الواحد ايه يقول له ايدك معانا يعني ايه ساعدنا. يمد يد المعاونة يساعد. make sure يعني يتأكد. learn something new يعني يتعلم شيء جديد. really fun يعني ممتع للغاية. an amazing end يعني نهاية رائعة. تمام. an amazing end نهاية رائعة أو نهاية مدهشة. هنا بقى ناخد بالنا من الحروف دي، من حروف الجر هنا. clean up يعني ينظف. ماشي. ممكن يجي سؤال clean up ولا on ولا in، نقول له ايه clean up. طيب في البداية at first في البداية مش on first ولا in first. at first. decide to يقرر أن ويجي بعدها فعل في الانفينيتيف. يعني مثلا ايه decide to study. I decided to study hard. قررت أن أذاكر بجد. تمام. for the next 6 weeks لمدة 6 أسابيع مقبلة. يبقى جت قبلها for. for ما اقولش in the next يعني ايه لمدة. هنا ايه اقول for the next 6 weeks. at the end of يعني في نهاية. at the end of يعني في نهاية. wait for يعني ينتظر شخص أو شيء. wait for ينتظر شخص. wait for مثلا wait for the bus يبقى انتظرت شيء. wait for the teacher ينتظر المعلم. تمام. pick up هنا ايه collect. في هنا خدنا هنا كلمة ايه collect litter اهي. في برضو pick up litter from يعني هنا يجمع القمامة. pick up هي collect. pick up يعني ايه يجمع القمامة from من. at night ليلا. at night. ما قلتش in night غلط. on night لا غلط. عارفين ان night معاها إيه at. give up يعني ايه يقلع عن او يستسلم. ممكن تبقى give up بمعنى يستسلم، او give up يعني ايه يعني ايه يقلع عن عادة سيئة. مثلا I gave up smoking. تمام. يعني ايه يعني ايه اسمها ايه بالعربي ايه يعني تخلصت او ان يعني بطلت ايه مثلا اشرب سجاير. يجي بعديها give up لازم يجي بعديها ايه infinitive بعديها ايه ing زي ما قلنا ايه smoking smoke وبعدين ing. give up smoking يعني ايه يتخلى عن التدخين او يتوقف عن التدخين. over the vacation أثناء. over the vacation يعني هنا بمعنى إيه أثناء العطلة أو خلال العطلة أو خلال الإجازة. part of يعني جزء من. part of. تمام. جزء من. وخلصنا page 17. ندخل بقى هنا unit 1. هنا نحاول نجيب دي بقى مش عارف أجيبها إزاي. طيب هنجيبها كده إيه معلش إيه نبص هنا الاقي ايه الحاجات دي التنويهات. دي هنا reading المين points on reading and listening texts. بعض النقاط المهمة. لا مش مهمة بقى الحتة دي. مش مهم الايه الجزء ده ولا لا نقراه برضه. مش عارف نجيبها ازاي دي بس يلا. ماشي. ما وابقى اعدلوا بقى الموبايل وانتوا بتذاكروا الحتة دي. يبقى هنا لو بصينا هنا للجزء ده هنا lesson 1
اول حاجة نكبر بس الحتة دي كده، مش عارف اصغرها اكتر من كده، فهنا بس ايه هنقرا بس الجزء ده اللي فوق ده مع بعض. main points on reading listening and listening texts، بعض النقاط الهامة على ايه نصوص الاستماع والقراءة. فعندي هنا في lesson 1 lesson 1 student book page 5، يعني ايه في اللي هو ايه كتاب المدرسة او كتاب الطالب صفحة 5. كان بيقول لي اول حاجة ايه Omar's summer vacation was great، يعني عطلة اجازة عمر كانت رائعة. عمر played with his neighbors and had fun، يبقى عمر كان بيلعب مع جيرانه وكان يستمتع بوقته. عمر went to a football club and played in a football team، عمر ذهب إلى نادي لكرة القدم ولعب في فريق كرة القدم. The coach told عمر that he was talented، المدرب قال لعمر أنه موهوب. For the next 6 weeks عمر played with his neighbors in the morning and then with the team in the afternoon. For the next 6 weeks لمدة 6 أسابيع لعب عمر مع جيرانه في الصباح، كان بيلعب مع جيرانه الصبح and then with the team in the afternoon. 6 أسابيع يلعب مع جيرانه الصبح ويلعب في فريق كورة بالليل في المساء. At the end of the summer Omar's team took part in a tournament، في نهاية الصيف اشترك فريق عمر في بطولة تمام. عمر scored 3 goals and his team won the tournament، عمر سجل أو أحرز 3 أهداف وفاز فريقه بالبطولة. يبقى دي كده النقط اللي هي بتاعت عمر's vacation اللي هو أجازة عمر اللي في page 5 في كتاب المدرسة. نبص هنا بقى على اللي هو ايه اللي هو بقى page 6 في lesson طب نشوف هنا لو في lesson 1 قبل ما نبدأ. هنا في lesson 2 اللي هو يبقى هنا ده ايه lesson 2 الحاجات دي في lesson 2 بقى. طيب نشوفها في lesson 2 بقى اللي هنا في الصفحة دي، معلش اللي هنا بقى في lesson 2 في student book page 6 بقى. page 6 بقى هنا بقى لنا قد ايه كده؟ بقى لنا ساعة. طيب نكمل ان شاء الله. طيب starting a local group to collect litter. يعني ايه بداية، يعني ايه بدء، يعني ايه بدء مجموعة محلية، يعني ايه تجميع بداية مجموعة من المنطقة، مجموعة محلية يعني في مجموعة من المنطقة to collect litter لجمع القمامة. Elsa noticed too many empty cans and chocolate bar wrappers on the streets. يعني ايه إلسا بنت اسمها إلسا لاحظت وجود الكثير من علب الكنز، العلب المعدنية الفارغة وأغلفة علب الشوكولاتة في الشوارع في الطرق. She wanted to start a group to collect litter، يعني هي أرادت أن تبدأ مجموعة لجمع القمامة. She made posters to ask young people to join the group، يعني عملت منشور أو ملصق يافطة يعني تمام، عملت ملصقات يعني ويفط to ask young people لدعوة الشباب
to join the group للانضمام إلى المجموعة أو المجموعة. They picked up a litter, put it in the bags. قاموا بجمع القمامة ووضعوها في الإيه شنط جمع القمامة. They أكياس جمع القمامة أو شنط أو حقائب جمع أكياس جمع القمامة. They took the bags to the recycling center. هم قاموا بأخذ تلك الحقائب أو تلك الشنط إلى مركز التدوير، مركز جمع القمامة وتدوير القمامة. طيب يبقى هذه كده دي كده الحاجات. ندخل هنا في ادي اول حاجة في عندي بقى بي اللي هو writing stories using AI. يعني كتابة القصص باستخدام الذكاء الصناعي. last summer يعني في الصيف الماضي أو في الصيف الماضي Leon took part in a writing project. يعني قام ليون بالاشتراك في مشروع كتابة، واجب كتابة يعني في الصيف. The project used AI to write stories. يعني المشروع قام استخدم الذكاء الصناعي ال AI ال Artificial Intelligence to write stories لكتابة القصص. AI can give a helping hand in writing stories. يعني الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد أو يعطي يد العون في كتابة القصص. Because computers write stories, we had to check to make sure that there were no mistakes. لأن الكمبيوتر الحاسبات الآلية هي التي تقوم بكتابة القصص، كان علينا أن نفحص تلك القصص لنتأكد من خلوها من الأخطاء. يعني نتأكد ان القصة اللي كتبها الكمبيوتر اللي هو بالذكاء الصناعي ما فيهاش أخطاء. Leon found something strange in some stories. يعني ليون وجد بعض الأشياء الغريبة في بعض القصص، يعني لقى حاجات غريبة في شوية قصص. He had to change part of the story because it was impossible. كان يجب عليه أو كان يتعين عليه change أن يغير جزء من القصة part of the story because لأن it was impossible لأنه كان شيء مستحيل، كان شيء غريب وغير مستحيل. طيب آخر حاجة هنا teaching adults to read and write Arabic. يعني تعليم الكبار أو تعليم البالغين القراءة والكتابة، تعليم اللغة العربية، طريقة تعليم قراءة وكتابة اللغة العربية للبالغين أو لكبار السن. طيب جميلة هنا يقصد البالغين adults يعني البالغين أو الراشدين. Jamila started helping at a project to help adults to read and write Arabic. يبقى جميلة بدأت في المساعدة أو في تقديم يد العون أو المشاركة في مشروع لمساعدة كبار السن أو الراشدين على القراءة وكتابة اللغة العربية. She said the sound of each letter and Mrs. Azza her partner repeated. يعني هي كانت بتعمل بتقول صوت الحرف، كل حرف من حروف اللغة العربية كانت بتقوله وكان معاها السيدة عزة كانت اللي هي كانت بتعلمها. يبقى جميلة كانت بتعلم السيدة عزة her partner اللي زميلتها
آه، كانت بتكرر، يعني هي تقول لها صوت الحرف وهي تكرر وراه. It was fun to be a teacher instead of a student. كان بالنسبة لها شيء ممتع إن هي تبقى معلمة، بدل ما هي طبعا متعودة على طول إن هي تكون طالبة وتلميذة. It was great to help Mrs. عزة learn something new. كان شيء رائع إن هي تساعد مسز عزة، السيدة عزة، على تعلم شيء جديد. فأنا عندي أول حاجة خلاص دي معاني الكلمات بقى، دي معاني الكلمات. طيب يبقى الحمد لله جبنا الصفحة دي كده برضو قريناها. دي كده بيج، كانت بيج 18. ندخل بقى بيج 19. بيج كده نرجع تاني بيج 19. طيب بيج 19 بقى. طيب skills يعني مهارات. skills يعني مهارات. احنا هنا خدنا ملخص الدرس. هنا هنقرا بقى الدرس كله. طيب وبعد كده هنشوف بقى السكيلز والمهارات اللغوية، ونحل بقى ونتمرن. ماشي. طيب مش عارف كده احنا نخليها بعد شوية نكملها ان شاء الله.